هاي، أنا نورة مهتمة أتعرف على البلاد، فتعالوا النهاردة نتعرف على كازاخستان. مين فينا هو بيتفرج على مسلسل الحشاشين ما انبهرش بالطبيعة التحفة في المسلسل دي، بالجبال والمساحات الخضراء والغابات والبحيرات والأنهار. الحقيقة إن المسلسل اتصور في كذا بلد، بس أكتر بلد مميزة فيهم وفيها الطبيعة التحفة دي هي كازاخستان. كازاخستان بتعتبر من أكبر الدول في العالم، بل هي أكبر دولة حديثة في العالم. أكبر دولة حديثة في العالم ده لأن هي مش بتطل على أي بحر أو محيط، بل هي مقفولة من كل النواحي بالصحاري والجبال الجليدية. مساحة كازاخستان هي حوالي 2.5 مليون كيلومتر مربع. هي كمان بتشترك في حدودها مع الصين وروسيا وتركمانستان وأوزبكستان وكمان كردستان، وده اللي بيخلي فيها الطبيعة المتنوعة دي، زي الجبال الخضراء والغابات والفروج والصحاري. يعني عاملة ميكس كده من جميع أشكال الطبيعة، مفيش حاجة في الطبيعة مش موجودة فيها. زي ما انتم شايفين بتمتاز بالمساحات الكبيرة جدا من الخضار والجبال والبحيرات، وهتلاقوني في فيديو تيك توك قايله لكم بالظبط فيها كام بحيرة وكام نهر. عاصمة كازاخستان هي نور سلطان، ودي اتأسست سنة 1997، لكن كازاخستان نفسها اتأسست سنة 1991، ودول ليهم قصة كده هحكيلكم فيهم كمان شوية. زمان كازاخستان كان بيسكنها سيكوثيين، وهم شعوب بدوية بتنحدر من أصول إيرانية. في القرن ال13 انضمت المنطقة إلى الإمبراطورية المغولية تحت حكم جنكيز خان. من القرن ال16 ظهر الكازاخ، وهم أحد الشعوب التركية اللي كانوا في الوقت ده بيسكنوا في شمال آسيا، تحديدا شمال آسيا الوسطى، وهم بيعتبروا الشعوب الأكثر تواجدا في كازاخستان. القرن ال18 بدأ الروس في التقدم للشعوب الكازاخستانية، وركزوا كده معايا لأن احنا كده وصلنا لمجموعة أو تشكيلة من الشعوب ياما شوية. احنا كده عندنا السيكوثيين، عندنا المنغوليين، عندنا الكازاخ، وكمان الروس. دول تقريبا هم الأربع أجناس المكونين لكازاخستان. نزود عليهم بقى الأوكرانيين والأويجر والأوزيك والألمان. في القرن ال19 بقى بدأ الروس بحكم كازاخستان، وفضلوا يحكموها لحد سنة 1991، ودي القصة اللي أنا قلت لكم عليها في أول الفيديو. لأن بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي سنة 1991 تم تغيير العاصمة من الماتي إلى نور سلطان أو الأستان، والماتي تعتبر من أهم المدن السياحية في كازاخستان. لو عايزين أعمل لكم حلقة عن السياحة في الماتي اكتبوا لي في الكومنتات. المهم إن بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي سنة 1991 تم تغيير العاصمة من الماتي إلى نور سلطان على اسم أول حاكم ليها أو أول رئيس جمهورية ليها، وهو نور سلطان، اللي بالمناسبة حكومته اتعرفت بالقمع وشوية انتهاكات كده ضد حقوق الإنسان. طيب بالنسبة للديانة هناك، حوالي 70% منهم مسلمين وحوالي 26% منهم مسيحيين، ولأن المعظم هناك من المسلمين فمعظم الأكل هناك بيعتبر حلال. حاجة بتميزهم هي أكل لحم الغزال، يعني ما ينفعش تكون هناك من غير ما تاكلك غزالة كده مثلا على الأقل. تاني حاجة مميزة هي لحم الخيل. أيوة زي ما سمعت كده، الكازاخستانيين بيموتوا في حاجة اسمها لحم الخيل، بيشوه وبيعملوا منه بسطرمة وسناكس وكل ما تتخيلوا هناك. طيب بالنسبة بقى لو انت مهتم بالسفر لكازاخستان او حبيت البلد، طبعا انت لازم تقولي اذا كنت حبيتها ولا لا في الكومنتات، وتقولي هل نويت السفر وتشد الترحال هناك ولا لا. طيب بالنسبة بقى لو انت من الناس دي وانت فعلا حبيت السفر لهناك، فالاوراق المطلوبة منك كالاتي. اول حاجة مطلوبة منك هو جواز سفر ساري، على الاقل يعني 6 شهور فاضلين فيه، وعلى الاقل يكون في اخر صفحتين فاضيين. تاني حاجة هي صورة شخصية. تالت حاجة خطاب دعوة من إحدى شركات السياحة أو حجز فندق. 4 إنك تبني استمارة طلب الفيزا. وبالنسبة لو أنت من إخواتنا الخليجيين الأعزاء فأنت بيكون مفتوح لك البلد من غير فيزا، لكن لو أنت زي حالاتي كده من مصر أو من أي بلد عربية تانية مجاورة أو من أي بلد في العالم، فبتروح للسفارة في البلد اللي أنت فيها بتاخد الفيزا من هناك. طيب إيه كمان بيكون مطلوب منك لو أنت زي حالاتي كده؟ بيكون مطلوب منك كشف بنكي لآخر 3 شهور عندك، ده غير انه بيكون مطلوب منك برضو كشف بنكي بالعملة الصعبة، وحجز مؤقت من تذكرة طيران من البلد اللي انت فيها لكازاخستان. فالحاجة انك بتترجم الاوراق دي من العربية للانجليزية من خلال مترجم معتمد طبعا، وبتحطهم في الملف بتاعك وبتقدمه في السفارة وبالقبول ان شاء الله. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير،
وتعملوا لي كومنت وتقولوا لي رايكم في الحلقه ايه، ورايكم في كازاخستان ايه، وهل حبيتوها ولا لا، وناويين تسافروا هناك ولا لا. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده عن البلاد التانية ونلف العالم مع بعض. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.